السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم بسيطو بنين مع مباراة. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم. ليكم وحشه كبيره بعد هاد الفتره من الغياب اللي مرات على خير وبخير بفضل دعواتكم بعد لطف الله سبحانه. وكذلك ما تفوتنيش الفرصه نشكر كل من فرح معاي وهنئني بهاد المناسبه هذه اللي بينات على مدى حبكم، فلكن كل الشكر والتقدير حبيباتي. واليوم في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم توزيعة السبوع او العقيقه ديال بنتي، شي حاجه اللي هي بسيطه بالنسبه للاخوات اللي يبغيو ياخذوا فكره باش يفرحوا بوليداتهم على قدهم. فبقاو مع الفيديو للاخير نشوفوا كل هذا بالتفصيل. اول حاجه كيف ما كتشوفوا معي كنحتاجوا هاد الكريطينات اللي كتكون يعني باشكال مختلفه ومتنوعه، اللي كان نعملوا فيها شكلات ديال الحلوى باش كنوزعوها على الضيوف ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معي انا اختاريت هذا النوع او هذا الشكل ديال الكريطينات اللي كيكونوا بشكل حقيبه، اللي بالفعل كيجيو رائعين. كيجي حتى الشكل ديالهم جميل كيف ما كتشوفوا معي، ومن الامام ديالهم يعني كيكونوا شفافين، اللي كيجعل ان الشكلات ديال الحلوى يعني كتبان بكل وضوح يعني من الداخل ديالها. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معي كتعطيها شكل جميل بالفعل كيف ما كتشوفوا معي. كاين شكلات يعني مختلفين ومتنوعين، يعني كيبقى على حسب الذوق ديالك وعلى حسب الرغبه ديالتك. انا فضلت هذا النوع هذا اللي بالفعل يعني هانتوما كيف ما كتلاحظوا معي كيجي رائع. بالنسبه للثمن ديالهم انا خديتهم 3 دراهم الوحده، يعني البياسه ب3 دراهم. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معي كيجيو بالفعل رائعين في التقديم ديالهم. من بعد ما كناخذوهم يعني كنحاولوا نمونطيوهم، كيكونوا يعني هما ممونطينش، ومن بعد كنوضعوا فيهم الشكيلات ديال الحلوى اللي كنكونوا وجدنا، وكنرجعوا كنقفلوهم بالطريقه هذه. انا بالنسبه لهذه العمليه يعني قاموا بها افراد ديال العائله ديالتي قبل يعني بيوم. انا غير حاولت انني نعطيكم فكره يعني على هاد الشكلات هادو، على هاد التوزيعات هادو ديال الاسبوع. وهانتوما كيف ما كتلاحظوا معي بالفعل كيجيو رائعين وراقيين. وكذلك بالنسبه للتوزيعات ديال السفوف او السلو، اختاريت هاد الشكلات هادو كيف ما كتشوفوا معي، اللي بالفعل كيجيو رائعين بساطين في الشكل ديالهم ولكن راقيين في نفس الوقت، يعني على شكل قفيفات صغارين او سويكات صغارين. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب كيف ما كتلاحظوا معي، اللي بالفعل كيجيو رائعين. وكاينين اشكال يعني اللي متنوعه ومتعدده في الاسواق، يعني كيبقى ليك الاختيار وكذلك على حسب الامكانيه ديالتك. هادو انا خديتهم ب2 دراهم ونص الوحده. كناخذوهم من بعد ما كناخذوا كذلك واحد الساشيات اللي كنوضعوهم بالداخل ديالهم، كناخذوهم كنوضعوا فيهم واحد الكميه ديال السفوف او سلو، ومن بعد كنقفلوهم كيف ما كتلاحظوا معي، وعاد من بعد كنوضعوهم بالداخل ديالهم. كنساقدوهم بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كنقفلوا عليهم، وفي الاخير كنحصلوا عليهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معي. بالفعل كيجيو رائعين. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معي. وكذلك بالنسبه لهاد التوزيعات ديال لي دراجي كذلك اللي كنوضعوهم بهذا الشكل هكذا، ولا وضعتهم لهم بهذا الشكل هكذا بالنسبه للاطفال والوليدات الصغار كيجيو شكلهم هو هذا كيف ما كتشوفوا معي. كنقدموهم يعني للوليدات الصغار. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معي
كيبقى كذلك الاختيار بالنسبه لكم، يعني بالاشياء اللي يمكن لكم تقدموها فيهم. انا هنا كيف ما كتلاحظوا معي عملت حبات ديال لي دغاجي، كذلك عملت واحد الحبات ديال المارشميلو، يعني باشكال اللي كتكون مختلفه. ومن بعد كنجمعوهم وكنقدموهم في هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معي، يعني كنوضعوا حبات من لي دغاجي كذلك المارشميلو، يعني بالاشكال والانواع ديالو. ومن بعد كناخذوهم وكنجمعوا بهذه الطريقه هذه، يعني كنبقاو كنجمعوا يعني على شكل كميميسه صغيره. ومن بعد كنقفلوا عليها بهاد الاشرطه هادو، يعني كناخذوا واحد الرولو ديال هاد الاشرطه هذه في الالوان يعني اللي كتكون موالمه للمناسبه. انا خديت هاد الالوان اللي يعني كتكون في الغوز. من بعد كنبقاو كنعملوا واحد البابيونه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معي، وصافي كنقدموها في شكلها النهائي هو هذا. وهكذا كان لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون راقكم ونال اعجابكم، وترقبوا معايا فيديوهات القادمه ان شاء الله غادي تكون على الشكيلات ديال الحلوى اللي قدمت في السبوع او العقيقه. بالنسبه للاشكال ديال الحلويات ديال البيرسوناليزي، كذلك شكيلات ديال صابلي بريستيج واشكال اخرى ان شاء الله غادي نشاركها معكم بالتفصيل. كذلك بالنسبه للسفوف او سلو اللي ديجا كنت وضعت معكم الفيديو ديالو على القناه، اللي بغى يتعرف عليه يعني اكثر، والطريقه كذلك ديال التحضير باش حضرت يعني سلو، يمكن يرجع الفيديو ويتعرف عليه اكثر. هذا ما كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وانا ما بقى لي غير نخليكم على خير الى فيديو جديد ومختلف، وفي امان الله وحفظه، ودمتم في رعايه الرحمن.